السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات، يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو مع بعض، اتمنى من حضرتك لو مش مشترك في القناه فضلا وليس امرا، اتمنى من حضرتك تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله، وتعملي لايك للفيديو عشان ترفعي. وما تنسوش تصلوا على النبي كتير جدا في التعليقات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هشارككم مشترياتي من الاسبوع من الخضار. من الخضار يعني وكده. نزلت السوق النهارده واشتريت شويه مشتريات هنشاركوها مع بعض. انا بصراحه لما نزلت السوق النهارده اتفاجئت جدا جدا بالاسعار. اسعار كلها غلت قوي. شايفه في زياده عاليه قوي 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 في الخضار. ليه؟ مش عارفه. انا مش عارفه في ايه. لو حد يعرف عنده يعني ايه السبب في ان الحاجات تغلى كده والطماطم ترجع تغلي تاني، زي يعني تغلي تاني بعد ما كانت رخصت، يا ريت تعرفوني في التعليقات. اول حاجه اشتريت اللي هو ربع الفلفل الالوان ده. هما 2 بالظبط، يعني الاتنين دول عاملين ربع. الربع كان ب10 جنيه من الفلفل الالوان. وجبت اللي هي البطاطس الحمرا دي، بطاطس اللي هي شيبسي بتاعه التحمير. لو عمرك ما جربتيها جيبيها وجربيها تعجبك جدا. ممكن تعمليها شيبسه، تعمليها صوابع وتقليها. هي عيبها بس نادرا يعني لما تلاقي فيها بطاطس كبيره تبقى دايما صغيره، بس في الاخر بتبقى نتيجتها مضمونه معاكي يعني وتبقى حلوه. جبت منها 2 كيلو. اللي الكيلو كان فيها عامل 8 جنيه. جبت 2 كيلو ب16. وجبت برضو 2 كيلو من البصل. لقيت البصل الكيلو ب10. كان في واحد يعني اول واحد شفته كان بيبيع البصل ب12، فطلعته قدام شوية كده، فلقيت مع واحد تاني البصل عامل 10 جنيه. فجبت 2 كيلو ب20 جنيه. لقيت البصلايه اللي هي حجمها تكون متوسط كده، بحيث ان انا لو يعني ايه لو انا لما اجي استخدمها في الاكل وكده ما هدرش معايا بصل يعني عن البصلايه الكبيره وكده. في العموم انا عندي بصل في الفريزر، يعني حبه صغيرين مش كتار، وعندي بصل هنا في البيت. فغالبا كده احتمال اخزن اللي هو البصل ده الاتنين كده، هما تمسكهم اقشرهم واضربهم في الكبه ونخزنهم في الفريزر وكده، نبقى نستخدم منهم يعني ايه في الطبيخ وكده. انتظروا الفيديو ده لو انت يعني مش بتعرفي تفرزي البصل ونفسك تفرزيه وكده، فابقي انتظري الفيديو ده. هعمل لكم هنفرزوا البصل مع بعض وكده، وعشان تعرفي الطريقه يعني ازاي ينجح معاكي ويطلع معاكي كويس وما يبص منك ولا يطلع معاكي ريحه. جبت برضو نص كيلو فلفل. جايبه نص الفلفل ب10. الربع كان ب5. انا مش عارفه برضو الفلفل ليه غلا. الفلفل كان بيتباع الربع ب2.5 وب2 وساعات ب3. النهارده لقيت الربع ب5 جنيه، مش عارفه ليه برضو غالي. المهم جبت منه نص كيلو ب10 جنيه. وجبت كيلو طماطم واحد ب10. لقيت الطماطم غلت قوي قوي، يعني انا مش عارفه ليه. انا كنت عايزه اجيب طماطم مصلصها كمان، بس مش عارفه لقيتها غاليه. يعني الطماطم كان في طماطم ب8 وفي ب6.5، بس دمت مش حلوين خالص، يعني اما مسوسه اما مفعصه ومش وبايظه كده مش حلوه. فلقيتهم 10 جنيه دي حلوه يعني حلوة. فانا اضطريت بقى اجيب نم 10. طبعا عشان انا مش هجيب مثلا واقطع وارمي منها، فكده هتهدر معاكي. فكده لا، تجيب السليمة والحلوة وخلاص. اغلى شوية بس هتبقى حلوة معاكي. فجبت كل واحد امشي حالي بيه، يمكن ربنا يكرم وترخص ونبقى نشتره تاني يعني. جبت برضو نص كيلو جزر عشان هنستخدموه كده في الاكل. جبت نص كان عامل 5 جنيه. وجبت كيلو من البتنجان. جايبه الكيلو ب10. بصي، تنقي البتنجانه دايما اللي هي بتبقى لونها اسمر سمرها غامق كده، وبلاش تنقي اللي هي ناشفه قوي دي. دايما بحس ان هي مش بتبقى حلوه، تلاقي من جوه فيها يعني بذل وكده مبزره. لا بصي، لا هي طريه قوي ولا هي ناشفه قوي، ولا تكون مثلا يعني كده متوسطه كده، تحسها ايه طريه كده، حاجه بسيطه كده في ايديك اللي هي حلوه ديت. تعمليها تلاقيها معاكي حلوه يعني. جبت برضو شوية مشتريات تانية، بس استنى اوريكم الاول الخضار وبعد كده نشوف احنا جبت ايه تاني برضو من السوبر ماركت. جبت البطاطس الصغيرة ديت. بطاطس صغيرة كده عاملة شبه البيض. لا البيض ايه، صغيرة جدا يعني. يعني هي في من انا نقيت من ده على دي، يعني دي كنت بلاقيه لو كبيرة شوية وحلوة فكنت بنقيها برضو. كان الكيلو فيها عامل 3.5. جبت كيلو وربع كيلو وربع. جبت ب5. جبت كيلو ونص ب5. من البطاطس الصغيرة دي مثلا ممكن نسلقوها ونقشرها ومثلا ونحمروها في الزيت كده مثلا، ونعمل جنبها مثلا رز حبايه وحبايه وبيض مسلوق والبطاطس ديت، او مثلا تعملي مكرونه وتعملي بطاطس من ديت تسلقيها وتقليها وجنبها بيض. مش هتخسر يعني. ممكن لو حتى مش عايزه تقليها تسلقيها وتهرسيها مثلا وكده. يعني حلوه يعني. لقيتها سعرها رخيص. انا شايفاها بره بتتباع ب6.5، لقيتها عند واحد كده. يعني جبت من اللي انا جبت من عنده بطاطس دي. انا خلاص كنت هستكفى بالبطاطس اللي هي المحمره اللي انا جبت ديت عشان اقليها وكده، ان احنا من النوع اللي بنقلي بطاطس كتير جدا. دايما كده جنب اي اكله تلاقينا بنقلي بطاطس. وعندي بنتي ربنا يحميها يا رب بتحب البطاطس.
فبقى كده، فكنت استكفى البطاطس الحمرا ديّة، فلمّا لقيت ديّة ولقيت سعرها كويس فاشتريت. البطاطس الجديدة طلعت الجديدة طالعة غالية، يعني طالعة ب12 وب15 وكده. لقيت برضه عند نفس الراجل اللي جِبت من عنده بطاطس صغيرة، لقيت البطاطس الكبيرة دي عنده الكيلو فيها عامل 8 جنيه. هي أي نعم حجمها يعني مش كبيرة أوي ولا كده، هي حجمها متوسط كده وحلو، الكيلو فيها 8 بس البطاطس حلوة. فنقيت منها 2 كيلو، 2 كيلو وربع عشان هو قال لي هاوزنِك بال20، قُلت له تمام ماشي، يعني هو الكيلو كان ب8. وعطاني اللي هُم الاتنين الكبار دُولة اللي هُم تحسّوا فيهم شق ده، هو عطاهم لي حطّهم لي كده فوق الميزان وكده. قال لي يعني إيه يعني حطّاهم لي، قال لي خديهم فوق الميزان وكده. فبصراحة أنا مش عارفة البطاطس الجديدة ديّة حلوة يعني تحمير والّا خايفة تطلع مسكّرة معايا للسليق. فعمومًا أنا هاجرّب واحدة منها، إن لقيتها مثلًا حلوة خلاص مش هتخسّر معايا، لقيتها للسليق مش مشكلة، نبقى نقشّراها ونقطّعوها كده شرايح كده، نعملها مثلًا مع صينية فراخ بالبطاطس في الفرن والّا حاجة، ممكن نقطّعها مكعبات ونعملها طبيخ بطاطس كده، يعني مش هتخسّر معانا. فأدي الظروف هنسلقوها ونهرسوها كده بشوية خضار كده وشوية بهارات وحتّة سمنة بلدي وناكلوها يعني. مش هتخسّر معانا، بس أنا الأول أنا هاجرّبها الأول، أجرّب واحدة بس أشوفها هتبقى تحمير والّا هتبقى سلق معانا. جِبت 2 كيلو موز، جايبة كيلو الموز كان الكيلو ب25، جِبت 2 كيلو ب50. وجِبت بقى التموين بالمرّة بقى بما إننا كنا تحت، فجِبنا التموين بقى عشان تبقى نازلة واحدة. التموين بتاعي إزازتين زيت و2 سُكّر، وكان عندي نُقَط فجِبت بيهم مكرونة، جِبت كيسين شعرية وكيس مكرونة، عشان كده أنا ما جِبتش مكرونات كتير وأنا باجيب مشتريات الشهر، لإن أنا عندي مكرونة في البيت already يعني. وأنا عاملة وإن أنا كل شهر أمّا باجيب التموين باجيب معاه بالنُقَط بتاعتي مكرونة، يعني أنا مثبّتة إن أنا باجيب مكرونة مع زيت وسُكّر ومكرونة، زي ما يجيبوا كيسين مكرونة، يجيبوا 3 زي ما يجيبوا يعني. دايمًا يعني جيبي بالنُقَط بتاعتِك بتاعة التموين، دايمًا ثبّتيها كده، تجيبي الحاجة اللي هي يعني إيه، تجيبي الحاجة اللي هي مثلًا تكون مهمة وتكون يعني مثلًا سعر المكرونة دي برّه لو هتشتريها من السوبر ماركت تقريبًا أغلى أو بنفس السعر اللي هو بتاع التموين بيحسبها لي. طب طالما بنفس السعر، طب ما أنا أجيبها من التموين بالنُقَط بتاعتي وبتمنها اللي أنا كنت هاشتري بيها برّه، أجيب بقى مثلًا بيها أي حاجة تانية، أوفّر في تمنها مثلًا وأزوّد على الفلوس مثلًا واشتري مثلًا العسل، يعني العسل ده أنا جايبة العسل النحل ده أنا مش هاجيبه تاني، هو مرّة واحدة بقى كفّى شهر ما كفّاش، أنا مش هاكرره تاني لإن طبعًا العسل غالي، كنت جايباه تقريبًا ب110 فطبعًا غالي وبيهلك الميزانية، بس كانوا طبعًا مضطرين يجيبوه عشان خاطر يعني الشتا والعيال والمناعة وكده ياخدوا منه الصبح، زي ما كنت قايلة لكم قبل كده. فدايمًا استغلي النقط بتاعتِك في حاجة مهمة، ممكن تجيبي بيها Ariel مثلًا، أي نوع مسحوق غسيل أنتِ بتستخدميه في الغسيل فجيبيه منه التموين، فدايمًا تجيبي بيه الحاجة الأساسية، يعني حاولي إيه ما تجيبيش بيه أي حاجة وخلاص. جِبت برضه ربع لوبيا الربع عامل 12، وجِبت ربع برضه من الحمص عشان نعمله كشري، عايزين نعمل كشري مصري وكده، جايبة الربع ب15، وجِبت 10 بيضات، ال10 بيضات عاملين 45 جنيه. كنت عايزة أقول لكم على حاجة، يا اللهم ذكّرني يا رب. كنت أنا عايزة أجيب خيار برضه، بس بصراحة لقيت الخيار غالي أوي في السوق ب25 الكيلو، وساعات تلاقيه عند ناس تانية ب30 فكان غالي أوي، فقُلنا لأ بلاش خيار مش عايزينه. فقُلنا يعني نجيبوا الحاجات اللي هي تكون برضه أساسية معانا ما نقدرش نستغنى عنها، ولو في حاجة نقدر يعني نستغنى عنها الأسبوع ده ماشي نستغنى، على أمّا ربنا يكرم وييسّر من عنده والأسعار ترخص وتهدى شوية علينا بصراحة لأحسن الموضوع زاد عن حدّه أوي. ربنا يعيننا كلنا يا رب، ربنا يعيننا ويعين كل يعني صاحب بيت وبيعين الأسرة بتاعته، ربنا يعينه ويقويه على أكل عيشه، لأحسن الموضوع كل حاجة غِلت والموضوع بقى صعب أوي زيادة عن اللزوم. بجد الناس ما كانتش بجد مش عارفة هتلحقها منين. المهم يالّا بينا نرص المشتريات بتاعتنا في المنظمات. أنا كان لمّا لقيت كيلو الطماطم فالراجل وهو بيوزنها لقاه لسه عايز، قام هو حاطط لي كام واحدة عشان يكمّل الميزان من يعني هو ما خلّانيش حتى إن أنا أنقّيها وكده. فبصراحة حسّيتهم من اللي هُم طريين أوي، فأنا عايزة طماطم فطلّعتهم كده برّه عشان أنا هاستخدمهم دلوقتي. توقعوا كده خمّنوا معايا، طماطم وجزر يبقى هنعمله أكلة إيه؟ فكّروا كده وهتشوفوا معايا دلوقتي. هابدأ برضه أرُص الجزر، أنا كل حاجة كده هاحطها هابقى محتاجاها في الأكلة بتاعة النهارده هاسيب منها على جنب كده وأنا بارُص الخضار كده في المنظمات، بحيث إن أنا ما ارجعش تاني أفتح التلاجة وآخد منها خضار، يبقى كده الخضار قدّامي فاخد الحاجات اللي أنا إيه محتاجاها. الفلفل الألوان ده حلو أوي، بجد حاولي ما تستغنيش عنه، كُلّاته فيتامين C وحلو أوي، يعني بجد حاولي تدخّليه في بيتِك، سواء هتدخّليه في أكلات، سواء هتاكليه صحيح كده مثلًا لو هتعمليه يعني تقطّعيه كده شرايح كده وتحطيه جنب الأكل كده وتخلّي أولادِك ياكلوا منه وأنتِ تاكلي منه بيبقى حلو أوي. لو وكده مثلًا هتقطّعيه مكعبات صغيّرة وتقطّعي عليه مثلًا برضه فلفل أخضر وتحطيه مثلًا في أي أكلة أنتِ هتعمليها.
فحلو بصراحة يعني هيفرق جدًا وكلّياته قيمة غذائية وحلو. البتنجان برضه سواء هتقليه سواء هتشويه مثلًا تعمليه بابا غنوج، أنا من النوع بصراحة اللي باكل البتنجان مش عارفة حد زيي والّا لأ، أنا باقشّر القشرة بتاعته وباكله كده زي ما هو من غير قلي، أنا مش باحبه مقلي بصراحة، أنا باحب آكله كده أقشّره وآكله كده زي ما هو سليم كده، لإن البتنجان ده برضه طبعًا كُلّياته قيمة غذائية وكُلّياته حديد طبعًا، حديد وطبعًا إحنا كُلّنا ما فيش حد فينا ما عندوش أنيميا، فحلو يعني أي حاجة تزُق معانا شوية في الأنيميا اللي عندنا دي. الفلفل الأخضر والله جايباه غالي ومش عارفة برضه ما كانش حلو برضه، ما كانش عاجبني قد كده، مش عارفة ليه الأسعار غالية؟ بجد اكتبوا لي في التعليقات لو حد عارف إيه السبب يعني، ليه الحاجة بقت غالية كده والطماطم غِلت تاني ليه وكده؟ البيض يا جماعة أنا مش هاعرف أجيب كرتونة بيض على بعضها، فأنا كده هاجيب 10 بيضات ب10 بيضات كل ما يخلصوا هاشتري غيرهم، أو مثلًا كل أسبوع أجيب 10 بيضات على حسب يعني هنشوف البيض هيكفي قد إيه، كل ما ينقص يعني عندي هاشتريه وكده. فمش هاعرف إن أنا أجيب كرتونة، لو أنتِ في مقدرتِك تجيبي كرتونة على بعضها مرة واحدة، جيبي كرتونة على بعضها مرة واحدة في مشتريات الشهر، يعني دايمًا كده يعني شوفي يعني ضبّطي دنيتِك كده بحيث تشوفي مثلًا اللي أنتِ مثلًا تقدري مثلًا تستغنى عنه وتجيبيه مثلًا بالأسبوع مثلًا مع الجبن والحاجات ديّة، وإيه اللي مثلًا محتاجاه ضروري وأساسي معاكِ، فإن أنتِ محتاجة إنِّك أنتِ تشتريه بالشهر وكده. أنا قُلت أستغنى عن البيض أجيبه كده بالأسبوع أو 10 بيضات ب10 بيضات، ولو ربنا كرم عادي ما فيش مشكلة لمّا نجيبه كرتونة يعني وكده على بعضها. أنا كده جِبنا مع بعض مشتريات الشهر، وجِبت برضه جِبنا كده برضه الخزينة أهوّة الخضار وكده، أنا جِبت صنف فاكهة واحد، بصراحة مش هاجيب حاجة تانية فاكهة الأسبوع ده، أنا هاستكفى بالموز، بس ممكن جنب الموز بقى أعمل مثلًا أي صنف حلويات للأولاد في البيت وكده. وإن شاء الله ممكن الأسبوع الجاي نعوّضوها نجيبوا يعني صنف فاكهة يعني أكتر من كده في الفاكهة، شوفي مثلًا تجيبي صنفين فاكهة أو 3 تصنيف فاكهة مثلًا، شوفي اللي أنتِ تحبيه واللي يريحِك جيبيه، أنا بصراحة أنا استكفيت بالموز، لإن أنا شايفة أرخص نوع فاكهة في السوق تلاقيه عامل معاكِ 25 جنيه، فلمّا تجيبي من كل حاجة 2 جنيه فهيبقى الموضوع مرهق أوي للميزانية، يعني أنا جايبة 2 كيلو موز ب50 لو هتجيبي مثلًا جنبهم 2 برتقان والّا حاجة، البرتقان برضه ب25 وب20 فهيبقوا برضه ده 100 جنيه، ف100 جنيه طب هتجيبي خضار بكام؟ والخضار برضه غالي، فالموضوع بصراحة صعب يعني ربنا يعيننا كلنا، فأنا هاستكفى بالموز ومقابل كده ممكن أعمل لهم مثلًا كيكة في البيت، نعمل رز بلبن، هنعمل أي حلويات في البيت برضه هنعملوها مع بعض وهاشارككم يعني ال الفيديو ده يعني وكده. أنا هنا رصيت اللوبيا في المنظم، وبرضه هاحط الحمص برضه في المنظم، مين زيي بيحب الكشري المصري؟ أنا باحب الكشري المصري وعايزين نعمله مع بعض كده يبقى فيديو جامد كده إن شاء الله، وهاصوّره معاكم. المهم لو وصلتِ معايا لحد هنا ولسه ما اشتركتيش في القناة، أتمنى منِّك تشتركي في القناة وتخشي تشوفي جولة فيها صدقيني هتعجبِك جدًا، هتلاقي فيها أفكار حلوة، هتلاقي فيها فكرة حلوة عشان رمضان إن شاء الله، و وهتلاقي فيها برضه أكلات حلوة سواء من حلويات، تورتة يعني وكده عاملين تورتة مع بعض، سواء من أكلات اقتصادية. عاملة معاكم أكلات اقتصادية وموفّرة جدًا مش مكلفة وكلّها قيمة غذائية، يعني مش أكلة اقتصادية وبس لأ كلّها قيمة غذائية، خدي جولة في قناتي أنا متأكدة إن شاء الله إن هي تعجبِك واعملي لي لايك للفيديو عشان ترفعي معايا القناة وكده، عايزين نعمله أسرة مع بعض، وإن شاء الله يعني قناتي تعجبكم وأنزّل لكم يعني بكل حاجة تفيدكم يعني وكده. لو ما اتفرجتوش على فيديو المشتريات أتمنى منكم تروحوا تتفرجوا على فيديو المشتريات، وتشوفوا برضه فيديو برضه تنظيم المشتريات مع بعض، وكنا عاملين فيها برضه أكلة حلوة كده وبسيطة كده، وأكلة تعتبر أكلة للمستعجلين يعني، أكلة مثلًا ما وقفناش فيها كتير وتعتبر أكلة للمستعجلين حلوة يعني. أنا الشعرية زي ما قُلت لكم قبل كده اللي أنا الشعرية والمكرونة الشعرية والمكرونة يعني والرز، في العموم أي الحاجات ديّة أنا باحط ورق لولي فيها في المنظم علشان ما يعني مثلًا ما تسوِّسش لا قدّر الله أو يحصل لها حاجة، فدايمًا باحط الورق اللولي، الورق اللولي حلو أوي، أوي إنِّك تحطيه يعني وكده ما تخافيش على حاجتِك لمّا تحطيه فيها وكده، هيحافظ لِك عليها. طبعًا أنا بصراحة مش عندي منظمات كتيرة وكده، فطبعًا إحنا مثلًا بنجيب علب الشوكولاتة عشان أولادنا، بنجيب علب آيس كريم والحاجات ديّة أنا باستغلها باغسلها كويس وبعد ما تنشف بعد ما تنشف باستخدمها أحط فيها أي حاجة، يعني أحط فيها أستخدمها كمنظم وكده، مش هيخسّر وعادي يعني هو أي علبة وخلاص يعني مش هتفرق بقى دي علبة منظم مخصوصة للي هي المكرونات أو لأ يعني.
البطاطس برضو انا كانش عندي بطاطس نهائي خالص، كنت محتاجة بطاطس. فشايفين اللي هو التربو ده فاضي، انا بفرش في التربو كده كيسة كده، اللي هي عارفين اللي كيس اللي هي المفرش اللي هو بتاع المفرش اللي هو بتفرشيه على الاكل ده، اللي هو مش مفرش اللي هو بتجيبيه ده اللي هو الرول ده، وتقطعي منه وتفرشي منه على الاكل يعني وكده. جبت واحد كده وقطعته وفرشته في النص كده عشان لان التربو ده مخرم، يعني هينزل. بالاخص ان احنا جايبين بطاطس اللي هي فيها الطينه دي، اللي هي طالعه ده فيها طينه، فبتوقع طين وتبهدل الدنيا طبعا، تبقى نازله على الارض. فبفرش فيها كيسه كده، وهو كده كده التربو مهوي يعني، ما تقلقيش على حاجه يعني. مش براحة، ما بحطش مباشرة في التربة عشان بيبهدل الدنيا. ومنها برضو بنحافظ على نظافة التربة، يعني الاكياس دي هتشيليها وترميها مثلا، وتفرشي مكانها ويبقى التربة معاكي نضيف. يعني احنا برضو مش متهلكيش صحتك يعني. بعد ما خلصنا كده رص عفوا، بعد ما خلصنا رص المشتريات بتاعتنا، ورصينا التموين برضو كده، رصيته في ضرفة الخزين بقى، ورصينا الخضار بتاعنا وحطيناه في التلاجة تمام كده. هبدأ بقى ان انا اشغل الغسالة، وجنبها بقى ابدأ اجهز الغدا. انا بصراحه يا بنات الميه ما بتطلعليش نهائي نهائي الا لما اطور. مفيش الميه ما بتجيليش يعني، مفيش مره كده الميه تجيلي كده لوحدها، لازم أن يكون اشغل موتور، مطلعليش الا بالموتور. فدايما لما باجي اشغل الموتور سواء هغسل مواعين، فاشغل جنبها الغساله، او العكس لو انا عايزه اشغل زي ما بقول لك، لو انا حتى عايزه اشغل الغساله اقوم مشغله الغساله والمشغله قصدي الموتور للغساله تملي، وجنبها اقوم برضو لو في طبقين في اي حاجه في ازاز ميه عايزه تتغسل تتملع وكده، امليها وكده واغسل مواعين في المره والموتور شغال. يعني دايما يعني طالما هتشغلي الموتور حاولي تعملي معاه كذا حاجه، يعني بالمره وهو شغال وبينزل الميه، عشان برضو منها توفري كهرباء، منها برضو توفري استهلاك الميه، لان كده كده اوريدي بتبقي سايبه حنفيه مفتوحه غير الميه بتاعه الغساله عشان الموتور وكده ما يحصلوش حاجه. فبما ان بقى الميه مفتوحه وشغاله، نغسل مواعين بقى بدل الميه ما تنزل على الارض تبقى تنزل واحنا بنغسل مواعين. كان عندي اخر شويه من اللي هو النوع ده اللي هو برسيل جل وكده، مش فاكره نوعه كان اسمه ايه ده، اللي هو انا وريته معاكم دلوقتي. كان في اخر حبه كده للغسله، حطيتهم كده وشغلنا الغساله على الدوره ديت تغسلها. وانا كده كده جايبين اوكسي بقى، لسه نفتحوه بقى ونغسله منه، ده كان اخر حبة عندي هغسلهم كده. بعدين يلا بينا بقى نبدأ نجهز الغدا مع بعض. هنا بقى جبت العدس، هاخد منه حوالي كده كوباية عدس كده، احطه في المصفى ديت واغسله فيها. على ما اعتقد دلوقتي عرفت احنا هنعمل غدا ايه النهارده. بصل وطماطم وجزر وعدس، يبقى بينا على شوربة العدس تدفينا في الجو البرد. انا مش عارفة الجو برد كده ليه مرة واحدة، رغم ان هو كان ماشي كويس كده لسه ما بردش لحد دلوقتي، بس مش عارفة مرة واحدة برد كده. بس في العموم بصراحة هو الجو بقى يعني اتأخر قوي، يعني احنا بقينا في 12 ولسه الجو ما فيش برد وما فيش شتاء وكده. فيعني هو ده بقى وقته بقى جينا للبرد بقى وكده. بالمره بقى بصوا يا جماعه، انا بحب اقشر مثلا لو انا هقشر حاجه وهقطع حاجه اعملها في الكيسه واشيل الكيسه كده وارميها في الباسكت، اعزكم الله. وخلاص يعني، بدل ما مثلا ما اروح عند الباسكت واقعد اقطع الحاجه ومش عارف في الكيسه دي حلوه ومنجزه ونرميها في الباسكت وخلاص. والمصفى اللي انا حاطه فيها العدس دي بصراحه عجبتني، وكنت شاريه ال3 ب10. بصراحه انا اشتريتهم ساعه ما يعني هم شفتهم عجبوني، هما التلاتة مع بعض كده مش بيتباعوا فرداني، شفتهم عجبوني قوي قمت شارياهم جايباهم. والله عايزه اقول لكم انا مش عارفه انا كنت هستخدمهم في ايه، انا جبتهم عشان عجبوني كاستخدام مثلا، كان موجود ساعتها في دماغي ان انا هستخدمهم فيه. ما كانش في حاجه في دماغي خالص معينه انا هستخدمهم فيها. اعطيت واحده لمامتي وخدت 2 ليا وكده. بصراحة طلعت حلوة قوي يعني، حلوة مثلا غسلت فيها شوية عدس، يعني مثلا لو هتصفي فيها اي حاجة. تقريبا صفيت فيها طماطم حبة، كنت عاملة ضرب طماطم اللي هو يعني صلصة كده عشان لأكلة يعني، مش كنت ضربة فيها طماطم كتيرة وكده، صفيته فيها كانت حلوة برضو بصراحة. وكنت خايفة ان هي تنزل اللي هو بذل الطماطم ده يعني تنزله كده وانا بصفي. لا بصراحة كانت حلوة معايا في التصفية وكانت منجزة وكده. وحتى مثلا كانت بتاخد معايا كمية يعني الطماطم كتيرة كده، بدل ما نقعدوا يعني ساعات بتبقي محتاجة مثلا مصفى تكون صغيرة كده على قد شوية الصلصة او الطماطم اللي انت هتصفيهم وكده. وحلوة برضه تنفع صدقوا برضه في العصاير مثلا، بالذات العصير الجوافة ده عشان البذل بتاع الجوافة
حلوه يعني، لها استخدامات كتيره، ما فيش حاجه بتخسر معاكي في المطبخ يعني. رحت غسلت العدس، اغسلي العدس كويس جدا جدا، افضلي اغسلي فيه كده لحد ما هو وانت بتغسليه كده تحسي ان هو بينزل ميه كده فيها رغاوي بيضه كده. اغسليه حلو لحد ما الميه تبقى الميه بتاعته صافيه كده، ما عادش فيها في نازله ميه برغاوي كده، عشان طبعا ده بقوليات وكده، عشان ايه يعني، ايه غلط يعني وكده. وهبدأ بقى كده ايه، انا بصوا يا جماعه انا ضفت عليهم بطاطسايه. انا في الطبيعي بتاعي بعمل العدس كوبايه عدس وطماطميتين وبصلتين، انا بكتر في شوربه العدس عشان ايه، بنشربوها كده بتدفينا يعني وكده، وساعات بعملها يعني نشرب منها يومين يعني وكده. فانت ممكن طبعا تقللي في الكميات ديت، انا عن نفسي بحبها كبيره، فانا عامله ايه، طماطميتين، هما 3 طماطميات عشان الطماطم كنت جايباها صغيره شويه، وبصلتين وجزر. زي ما بقول لكم انا في العادي بتاعي بعمل طماطم وبصل وجزر والعدس والثوم بس. بس بصراحه بقيت مؤخرا بقيت بحب ازود القيمه الغذائيه بتاعه شوربه العدس، عشان الاولاد طبعا بيشربوها، فلازم نزود لهم القيمه الغذائيه وترفع معاهم المناعه شويه. فبقيت بحط لها بطاطسايه، بجيب بطاطسايه صغيره كده واقشرها واقطعها كده مكعبات واحطها معايا، وبحط عليهم برضو حته من البنجر، بحط مكعب صغير كده من البنجر عشان برضو ما يعني ايه ما يحمرش معانا لون الشوربه ويخليها حمرا قوي. بحط مكعب صغير كده مش هيغير لونها، وبس هيديها قيمه غذائيه برضو اكتر يعني وكده. انا ده التوم ده كنت حاطاه في الفريزر، احط 4 فصوص من التوم. زي ما بقولك طبعا لو انت هتعملي كميه اقل مني هتقللي من الحاجات دي، يعني لو هتعملي مثلا كميه اقل هتقللي مثلا من العدس، وتحطي مثلا طماطميه واحده، بصلايه واحده، فصين توم، جزريه او جزرتين لو هم صغيرين وكده. مش حابه تحطي بطاطس ما تحطيش، حابه تحطي حطي، حابه تحطي اللي هي الكوسه برضو. في ناس بيحطوا كوسه، بس بصراحه احنا مش بنحب الكوسه اساسا في العموم، لا انا ولا جوزي ولا الاولاد، محدش فينا بصراحه بيحب الكوسه للاسف، رغم ان الكوسه حلوه قوي ومفيده جدا. بس للاسف يعني هي الكوسه مش بتحبنا ما بنحبهاش، فلو حابه تضيفيها ضيفيها برضو. بس جربي تركية البنجر ده، صدقيني مش هتحسي بطعمها، وهتزودي القيمة الغذائية بتاعة الأكلة بتاعتك عشان الأولاد. دلوقتي بندور على أي حاجة فيها تكون غذاء عشان ولادنا، وعشان ترفع معانا المناعة وتقوينا وكده. جبت الحلة بتاعتي وهنزل بقى بكل الخضار اللي انا مقطعاه ده. انا مقطعاه تقطيع عشوائيه كده كده يعني، هو هي يعني شبه ان هو هيتسلق في الميه على البوتاجاز، فكل حاجه هتطرى وفي الاخر هيتضرب، فمفيش حاجه هتبان. ونزلت برضو بالعدس بتاعنا برضو طبعا بعد ما صفناه، وهنزل عليه بميه عاديه خالص، مش ميه مغليه ولا اي حاجه، وهحطها ايه على البوتاجاز. زي ما بقول لكم بقى ان الاكله دي حلوه قوي، يعني انا بقى لي كام مره بعمل معاكم اكلات حلوه، اكلات تعتبر اقتصاديه وكلها قيمه غذائيه. يعني عندك العدس ده بروتين وحديد وبروتين يعني جامد قوي، فيه الياف كمان حلوه. وطبعا الطماطم فيتامين سي، وعندك برضو يعني البصل برضو حلو قوي لرفع المناعه وكده يعني. بصي كلها يعني حاجات حلوه، يعني مش شرط انك تعملي اكله تعملي فيها مثلا فراخ ولحمه وحاجات دي، لا تقدري تعملي اكله برضو تكون بسيطه ومش مكلفه، وتكون كلها قيمه غذائيه وحلوه يعني، تنفعنا وتنفع اولادنا وكده. هتحطيها بقى على النار، ولما تغطي الغطا بتاع الحله خلي بالك انك انت ما تقفلوش خالص، عشان هو لما يبدا الميه تغلي بقى وتفور معاكي هتنزل ميه يعني، هيتنزل البخار على البوتاجاز وهتبهدل لك الدنيا قوي. فخلي الغطا يعني متوارب كده شويه عشان البخار بتاعها وكده ما يبهدلكيش الحته. ومن الوقت للتاني اديها تقليبه كده بالمعلقه، راحه جايه كده لحد ايه ما تلاقي الخضار بتاعك معاكي استوى كده خالص ودبل يعني. لو لقيت الميه نقصت جامد، شرب الميه والميه نقصت معاكي جامد، تقدري تزوديها ايه شويه ميه بساط كده لحد ايه ما يستوي معاكي ايه الخضار كلته. يا رب تكون ايه افدتكم يعني ووصلت لكم المعلومه يعني. شفتوا البنجريه عشان حاطه مكعب بنجر بسيط، فمش غير مش محمر معانا لون ولا اي حاجه. نسيت اقول لكم ان البنجر ده انا كنت حاطاه في الفريزر زي ما وريتكم كده، الكيسه كانت متفرز، انا جبته غسلته كده، قشرته وغسلته كويس جدا، وقطعته مكعبات صغيره، وحطيته ايه في كيس التلاجة وحطيته في الفريزر. انا بصراحه كنت الاول بديله سلقه بشويه ميه كده، والميه بتاعته بعد ما يتسلق معانا كده ويطرى ما كنتش بربي الميه، باخد الميه احتفظ بيها، سواء اعملها احطها مثلا في عصير فراوله، احطها مثلا شويه منه مثلا في الطماطم وانا بضرب طماطم يعزز معانا اللون برضو، يبقى فيها برضو قيمه غذائيه، لان العدس بيبقى منزل معانا برضو الفوائد بتاعته في الميه اللي انا كنت بسلق فيها. إيه بس بصراحه بقيت مؤخرا بقطعه مكعبات صغيره واحطه في الفريزر، كده كده الفريزر بيديله نسبه نسبة سلق يعني، بيطرى معاكي شوية يعني كده. فبصراحة ما فرقش خالص معايا من ان انا اسلقه او كده، فانا بقيت بقتصر على نفسي وما اسلقهوش، يعني هو نفس يعني النتيجة في الاخر، فما عدتش ايه بسلقه.
هنا يا لهوي العدس بهدل معايا الدنيا. هنا بعد ما العدس استوى معانا قفلت عليه وضربته بالهاند بلندر. لو مش عندك هاند بلندر هتستني لما يبرد عشان ما يبوظلكيش الخلاط، وبعد كده تضربيه في الخلاط. بقى هبدا احمر شعريه العدس. لو انت مش بتحبي بقى تعملي شوربه العدس، هو كده شوربه العدس معاكي جاهزه، هتبهريها وتبقى معاكي تمام. حابه تحطي لها الشعريه زي ما انا بحبها، احنا بنحبها بالشعريه، هتجيبي تحطي مكعب زبده كده او اي ماده دهنيه انت تحبيها سواء سمنه او زيت. انا نزلت كده بمكعب كده من الزبده، ومش مكتره كمان في الزبده كده بسيطه، وهبدا احمر فيها الشعريه بتاعتنا لحد ما تاخد معانا اللون الذهبي الحلو ده. هقوم جايه نازله بيها على ايه، على العدس، واقوم حاطه له بقى البهارات بتاعته بقى، ونديله بقى ايه غلوه، ونقفل عليه بقى لحد ايه هو هيكمل سوا مع نفسه. تقفلي عليه بقى وتغطيه هيكمل سوا مع نفسه ايه العدس، يعني الشعريه تستوي في العدس بقى مع نفسها. اديها بقى تقليبه كده الشعريه في العدس كويس جدا، وهنزل عليها بالبهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا عباره عن ايه بقى، عن ملح وفلفل اسمر وكمون، وبحط رشه من البابريكا، وبحط نص معلقه كده من الكركم عشان يعزز معانا اللون اللي هو العدس، شوربه العدس. وكمان الكركم حلو قوي قوي عشان المناعه. انا بقول لك انا بستغل اي حاجه ارفع بيها المناعه واحطها في الاكل عشان عيالنا. يبقى ملح وفلفل اسمر وكمون وبابريكا وكركم، والملح طبعا معاكي تحطي الملح حسب الرغبه بتاعتك، وتحطيه بقى تدوقي تقليبه كده بقى، وتغطي عليه بقى ياخد غلوه معاكي، وتقومي طافيه عليه هو يكمل سواء ايه مع نفسه. نسيت اقول لكم برضه حطيت برضه ايه 7 بهارات، اي نوع بهارات عندك مشكل. لو حابه مش حابه تحطي البهارات دي كلها ممكن تحطي مرقه دجاج ولا حاجه لو انت حابه يعني وكده. بصراحه في انا يعني ايه ممكن ساعات ممكن تعملي له طشه، اللي هو تحمري توم وكده وتحطي عليه شويه كزبره كده وتحطيه، بس انا بصراحه مش ناقصون توم بقى، كفايه فيه توم وبصل وعدس، فالموضوع هيبقى صعب قوي عشان ايه الناس اللي هي عندها قولون تعبان وكده. فانا استكفيت بكده، مش هعمل لها ايه تعملها توم. هو اي نعم التوم لما بتعملي ليها بصراحه بيديها طعم حلو قوي، بس بصراحه نرحم القولون يعني وكده. المهم في نفس الحله اللي انا حمرت فيها الشعريه كده كده حله نضيفه حمرنا فيها الشعريه، هنزل برده فيها بمكعب من الزبده كده، واول ما يسيح معايا الزبده كده تسيح خالص كده، هنزل عليها بايه بكوبايتين من الرز. هعمل ايه الرز، هعمله رز ابيض يعني. انا ما رضيتش اعمله رز بشعريه، انا ساعات بعمله رز بشعريه وساعات اعمله رز ابيض، بس انا بصراحه قلت استكفى بالشعريه اللي هي موجوده في العدس، وهعمله رز ابيض بس ساده كده ايه جنب شوربه العدس. وبعد كده بنزل بقى بالميه بتاعته، ميه عاديه خالص مش سخنه ولا حاجه، واحط لها الملح بقى بتاعك، واسيبيه بقى ايه الرز ايه يستوي مع نفسه. شوفي بقى انت حابه بقى تقدمي ايه جنب العدس، شوربه العدس والرز إيه هتعملي. انا بصراحه بحب اعمل جنبه اللي هو العيش، احمص عيش وكده، فهحمصه في الاير فراير بيبقى معايا سهل وبيتحمر بسرعه خالص ومبقاش شارب زيت. بحط اللي هو الورق اللي هو بتاع الاير فراير ده، حلو بصراحه بيحافظ معاكي على الاير فراير بدل ما تتملى دهون وكده وترجعي تغسليه تاني. فهو الدهون او إيه الحاجه بقى اصلا مش بتحطي لها معلقه زيت، فمعلقه الزيت دي برده بتدهن في الاير فراير من جوه، فبدل ما تقعدي تغسليها كل شويه وكده، فهي هينزل المعلقه الزيت ديت في قلب الورقه ديت، فهتحافظي ايه على الاير فراي بتاعتك يعني وكده، وهترمي الورقه وخلاص الاير فراي بتاعتك معاكي نضيف. انا هنا العيش كده قطعته، صراحه انا قطعته شكل عشوائي لان العيش كنت ناسيه اطلعه، العيش كان في الفريزر وكنت ناسيه اطلعه وكان خلاص هنتغدى، فقمت مطلعاه مقطعاه كده هو ساقع زي ما هو، حطيت له معلقه زيت وحطيته في الاير فراير. ما خدش معايا تقريبا هم 5 دقايق يعني، ما غابش معايا وكان اتحمر على طول وتحمص معايا بقى جميل خالص. طبعا مش عندك الاير فراير هتقدري تحطهم في صينيه كده وتدخليها الفرن، هياخد معاكي معلقه زيت برضو، هياخد معاكي هيتحمص معاكي على طول. لو كده حابه تقليه في الزيت اقليه في الزيت يعني. هنا برضو هعمل برضو جنب العدس هقطع بصل كده بملح وخل وكده وناكلوه كده. انا كنت بصراحه بنحب جنبه البصل الاخضر، بس نسيت خالص ان انا اشتري بصل اخضر، انا معديه قدامه النهارده في السوق والله بصوا له كده هجيبك اكله جنب اكله ايه، وناسيه خالص اللي انا هعمل عدس النهارده وكده، وان انا ايه نحطه جنب العدس والله نسيته خالص يعني. كده غسلت البصلايه كويس بقى، هبدا اقطعها كده جوانح كده، واقوم حاطه لها بقى شويه من الملح شويه من الخل شويه ميه، وكده هتبقى ايه جاهز معانا وكده. ايه رايكم يا بنات؟ بفكر ان انا اجمع لكم كده فيديو واحد في قلبه كذا اكله من الاكلات اللي هي الاقتصاديه، وتكون برضو قيمه غذائيه يعني. احنا برضو مش هنوفر ونقصره برضو في حق نفسنا، لا هتبقى برضو اكله حلوه اقتصاديه وموفره، واجمع لكم كذا اكله في فيديو واحد. شوفوا كده قولوا ايه رايكم ايه في الفكره ديت يعني، اللي انا ايه في كذا اكله انا عاملاها قبل كده على القناه برضو، والعدس برضو تعتبر برضو اكله اقتصاديه برضو حلوه. فشوفوا كده لو اعمله معاكم
اجمعه لكم فيديو واحد يبقوا مع بعض كده، بحيث انك تاخدي كذا فكره مع بعض ولا لا. شوفوا انتوا حابين الفكره ديت ولا لا، وعرفوني في التعليقات، اكتبوا لي في التعليقات. العيش كده هنا اتحمر معانا اهوت وبقى كويس. هفضيه برضو بقى، اطلعه في طبق كده. بصوا شايفين الورقه هي اللي اتشربت يعني هي جه عليها الزيت، وما شاء الله الاير فراير من جوه تعتبر نضيفه، ما حصلهاش اي حاجه، فمش تحتاج تتغسل. فهمتوا بقى كان قصدي ايه؟ لو انت عندك اير فراير وما عندكيش الورق اللي هو بتاع مخصص للاير فراير، ممكن تحطي في جواها برضو ورق زبده، برضو هتبقى نفس الغرض. ممكن تحطي مثلا في اللي هي بيبقى جايه، انا كان جاي مع الاير فراير بتاعتي ديت اللي هو اسمه ايه ده، قولي معايا، اللي هو الاطباق السيليكون بتاعت السيليكون دي اللي بتاعت الاير فراير، ممكن برضو تستخدميها يعني، حلوه برضو كده. انا هحط على العيش بعد ما اتحمر، هحط عليه شويه رشه كده من البهارات بتاعت البطاطس زي ما بقول لكم ان انا بحبها، ورشه من الفلفل الاسمر ورشه من الملح وكده، ايه يبقى حلو قوي معانا. ممكن تحطي شطه بس للاسف احنا ممنوعين من الشطه عشان ولادنا. وهحط بقى الرز بقى وشوربه العدس معانا، وكده تكون الاكله بتاعتنا جهزت. وبألف هنا، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.